السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض غدا سهل سريع، وصفة صيفية. كلنا طبعا مش عايزين نقف في المطبخ كتير عشان الجو الحر، اوعدك من كتر جمالها مش هتبطلوا تعملوها. هنعمل مع بعض كباب حلة بالفراخ والبطاطس. معايا هنا فرخة حجم صغير، ممكن كمية فراخ حسب الرغبة، ولو عندك صدر فرخة كمان ممكن تعملي بيه. الفرخة هنا كانت مخلية من العظم كويس ومغسولة كويس جدا. هنقطع الفراخ دي حجم وسط. بعد كده هجيب طاسة وهحطها على نار متوسطة، وهضيف عليها معلقتين كبار من الزيت. أول ما الزيت يسخن معايا هنحط قطع الفراخ، مش هقلب لحد ما الفراخ تاخد لون. أول ما الفراخ تاخد لون معايا نقلبها على الجهة التانية، هنسيبها على نار متوسطة لحد ما تقرب تستوي. يعني أنا مش عايزاها تستوي تماما، أنا عايزاها توصل لحد 80% تسوية تقريبا، لان انا لسه في اضافات تانية هكملها عليها. اول ما تستوي هنشيلها من الطاسة وهنحط مكان الفراخ. معايا هنا 3 بصلات كبار مقطعين جوانح، هنضيفهم مكان الفراخ اللي احنا شلناها، وهقعد اقلب في البصل دوت مع بقية الصوص بتاع الفراخ لمدة دقيقتين تقريبا. بعد ما هقلبهم هضيف فلفل اخضر، ولو عندك فلفل الوان هيكون لطيف، ولو عاوزاها حامية ممكن تضيفي نص قرن فلفل حامي، هيديها طعم وتست جميل قوي. هنقلب ده كله مع بعض، وهنبدأ نضيف معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، والبهارات دي حسب ذوقك انتي. انا هنا زودت عليهم نص معلقة صغيرة من السبع بهارات، وربع معلقة صغيرة من الجنزبيل. مفيش بصراحة وصفة لفراخ انا ما بحطش فيها جنزبيل. ضفت عليها معلقة صغيرة بهارات فراخ، ممكن نبدلها بمرق الدجاج لو انتي عايزة. هنقلب كل المكونات دي مع بعض لمدة 5 دقايق. انا هنا بعد ما قلبت مكونات حبيت اضيف معاكي معلقة كبيرة دبس رمان، ممكن تستغني عنها بس هي بتدي طعم وتست جميل قوي. هقلب كل المكونات دي مع بعض لمدة 5 دقايق تقريبا. هرجع بعد كده اضيف الفراخ تاني، هقلبهم مع بعض عشان الفراخ تشرب من الصوص والتوابل اللي احنا ضفناها على البصل، هتدي معاكي ريحة وطعم جميل. هقلب الفراخ لمدة دقيقتين تقريبا. وهنا اضافة ممكن تستغني عنها، هضيف مكعبات بطاطس مقلية. انا هنا قعدت قليتها في زيت لمدة من 3 ل5 دقايق تقريبا، مش اكتر من كده، لان انا عارفة ان هي هتكمل تسويتها مع الفراخ. بصوا بقى، ممكن في اللحظة دي انا ممكن اكمل تسوية في الطاسة، بس لو انا هكمل تسويتها في الطاسة هضيف معلقتين كبار من الكاتشب عشان ادي لون حلو للفراخ وللبطاطس. بس انا هنا حبيت اكمل تسويتها واديها لون حلو من غير كاتشب. انا هنا ضفت نص كوباية مية مغلية مكان الفراخ، وكان الصوص الباقي منها هضيفها على الأكلة الجميلة دي، وهتدخل الفرن درجة حرارة متوسطة لحد ما اتأكد من تسوية البطاطس والفراخ تماما. هنشغل طبعا الشواية في آخر 5 دقايق عشان تاخد معانا اللون الجميل ده. هي عموما ما بتاخدش معانا وقت أكتر من ربع ساعة تقريبا، وأنا قلتلك عشان الحر ممكن نستغنى عن الحركة دي ونكمل تسويتها في الطاسة. دي شكلها بعد التسوية. دي الأكلة دي مفضلة عندي جدا في الصيف، سهلة سريعة طعمها جميل جدا، بيعجب الأولاد كتير. أتمنى إن هي تعجبكم، ومستنية إن كنتوا تجربوها وتعرفوني رأيكم فيها في الكومنتات. ممكن تاكليها جنب شوية رز زي ما أنا عاملة وسلطة، وهتبقى لذيذة جدا. وأتمنى تكون الوصفة عجبتكم ونالت رضاكم، وشكرا على متابعتكم للقناة. بصوا شكلها في التقديم قد ايه لذيذة، قد ايه جميلة، تفتح النفس، سهلة سريعة، بأي كمية فراخ عندك ممكن تعمليها. أوعدك هتكون من أكلاتك المفضلة ليكي وكل أفراد أسرتك. شكرا على المتابعة.